كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام. بيان الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية. اليوم تمر علينا الذكرى 64 للواحد من سبتمبر من عام 1961 لانطلاق مسيرة الكفاح المسلح بقيادة البطل القائد حامد إدريس عواتي ورفاقه والأشاوس، عاملين على عاتقهم تطلعات وأمنيات وطموحات وآمال الشعب الإريتري المتمثلة في الحرية والكرامة وإقامة دولة المواطنة بعد طرد الاستعمار الإثيوبي البغيض من كامل التراب الإريتري، وبعد نضال طويل ومرير وتضحيات جسام حقق الشعب الإريتري أهدافه النبيلة في الحرية والاستقلال في عام 1991-1993. ومنذ ذلك الحين سيطرت على مقاليد السلطة في إريتريا عصابة تعاني من أزمة هوية ولها مآرب شيطانية كانت مدسوسة تحت ستار النضال والوطن، ومارست وما زالت تمارس هذه العصابة كل أشكال الاضطهاد والإرهاب على الشعب الإريتري من قهر وتجهيل ورعب وإخفاء قسري وتشريد وتجويع وخلق فتن وعنصرية بين أبناء الشعب الواحد والقتل بالجملة في حروب عبثية ووهمية تحت ستار سيادة الوطن والوطن منها براء. إن الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية تتوجه بنداء عاجل وصادق إلى كافة أبناء الشعب. إن الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية تتوجه بنداء عاجل وصادق إلى كافة أبناء وبنات إريتريا الأحرار إلى جمع الشمل والعمل من أجل إسقاط هذه العصابة المجرمة وإنقاذ شعبنا من المأساة التي يعيشها وتحقيق طموحاته وأمنياته في إقامة دولة المواطنة والحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية والسيادة للقانون والدستور. كما تبارك وتشيد الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية بالحراك الشعبي الإريتري الميمون الذي بدأ في لندن عام 2025 ثم واصل وشمل هولندا وفرنسا والسويد وفي طريقه إلى عواصم أخرى أوروبية. التحية والتقدير لكل أبناء وبنات إريتريا الأحرار أينما كانوا. ختاما عاشت إريتريا حرة نبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية 1 سبتمبر 2025. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا دي بسالسة كفال الدور ثلاث جمعيات تعاونية دي بعبوتنا مجتمع ودي بعبوت مجتمع اقتصادو وعمار مستدامة ديبو ميدور للتلهي دي بنتاقي لنا سمو عليكم دي بسالسة ونايدان قوبا كفال قلنا اتازي
أستاذ علي، تسالسيونا إذا نقوم كفالة دقنة حاجيتو إلا مسألتنا ما يتقرات كقومية ولاد قومية تقريتهم كلهم، وبعدهم محبرات هلو يوسام بيت تقريت اللي هليت وولاد هيقت الليت ويوسام ويوسام ناي تقري، المهم كله مشاريع تو كمان محبراته دي بتقريب عدوتات قد تتنظم كنا جمعية شوية صعوبته مثلا، لكن بقى إلى قومية ودي كم من قبل بأسماء دي بدأ خلا قومية كبنا تقريب تهتمم مثلا يمكن لك اللاتو، لكن الدام ولا بله لو إلا إلى مسألتنا إلى قوميات للنظام مسئلنا تاتو أمراني عدنا بقبائل، فأنت 24 قبيلة 28 قبيلة يعني قبيلة كنفسها من اللي تودى الحيس، ولا قومية نقبة كان دجا معك قريبا داخل قوميات جمعيات فئوية بزهت ندوى ديكا من تتنظم الحيس يعني تنظيم اجتماعي لقباء وثقافة وحارتية كفو مثل جمعيات لبعد لها مثل تعدديات مثل ثقافات لبعد لها مثل كفو مثل تلتقي بس كده بالله قومية الحيس ولا قبائل الحيس أستاذ علي؟ قلت له كذا احنا بيننا من قبل جماعته يعني كملنا وذا وكملنا عايز لو طيب انت ما طيب لرأينا الوطن تحت مظلة الوطن قمت رف الدول لك ما دام انت قبلت تحت مظلة الوطن اللي يبان يقول اورونا لما لا محول له برضه لو هم فرصات حبوا له بلا كاف يعني معناته حقه كافل بدل ما كلت كافل حمش كافل او سوس كافل يعني ده كافلوت حقه هلا للبل رأي ماتي اذا انا مو بلدب الا مركني اللي كانت القدام لضرورات مرحلة اللي أزي مرحلة من تستحزي إلا مرحلة زي احنا دخلنا ديوا قدام قلة الدرس بعد يمكن 10 سنوات المرحلة تأتي ممكن قبائل تتقدم لمرحلتها أزي ل لمبررات هلا من قبل أوروبا الوديب والأشياء دي لمبررات قلة الري المبررات وقت البوية زنا إذا كان مثلا كاتيجرايد قدام هوية الودي سنيته فتوت زنا مطلوب لأنه لا رتلة بهن لهويتها تحتندق او مزلات انا بس كارتيج النشخي ابى قدر لانه لا سلت فنجيه وفنجيلا لا رترت بهذه هلاني فلازم يعني قبيله تقراي اللي قبل هويه اللي انا تقراي القوميه تبوك اللي يقصوا لا ولا قوميه دائما لمجال لتخلوا قوميته انه تتجاوز لقبيله كمرحله حاليا وتتجاوز المناطقية أيضا كمرحلة آخر هذا مثلا لصوماليين أزي يبقوا أن من قبل صومال أزي حاليا صومال قبيلة كافلوت مدفور فترة من فترات صومال قبيلة انتحتكو كدولة قل أسسوا فرصة على كدولة قل أسسوا قتلي قدروني كان لازم يأسسوا على أساس مناطق أرض الصومال بونتلاند جوبلاند اندمير إلا برضو قتلا حاولوا قل أسسوا يقدروني وحلول قل يقدروني أزد بلا قبائل مدى أزد داخل أرض الصومال إقليم حديث خلقة إقليم خاتم وصل وهو قبائل هلو أرض الصومال قبيلة إيساق تحت الغالبية لكن قبيلة اللو دول بهانتي ورسنجل اللهم جزء من قبائل ثانية هذول بيلو إحنا ما ممكن نكون ضمن الدولة هذه لأنه إحنا مختلفين إحنا إذا لتحليل قبائلات ما تزد بقبيلة كرلات زي ما احنا الاريتريا وقت لا لوطن حاضر قل قبع على قلوب يا حضراني وكله قل حقف هذا لازم طيب احنا لوطن قلنا بصح عن طريق قبي كالايتنا قوميات فاذا انا بقول لهم يعني انتم تستعجلوني مثل مرحله تلاقي شيء قلت ده طبيعي هذا اللي قومياتنا بيقولوا لها هلينا كطرح هذا فرصتنا جربوا ليش غير ايش لما قبل في النهايه اذا ما قدر يحقق حقه هذا بلا قبيله نقبل ونري طبيعه البشر قبلنا هذا لكن مثل مرحله تلاقي شيء قولوا لها مش رفضا في التفتيح في الجسم اذا كان الواحد ده كافرود كفكره عالم كمناته دائما اسرات اذا انت مثل عدك وابوك وام كذب بيت مثل حاو كان برحق انت بنكت فقر وكبر فقر بعد 50 سنه خلاص كل اورو منكم لذريته قبل تجي حتقيس كلام ذريت بعد تخلف ولو كلها ما كملنا قدام دائما عندنا الليدر لكن داخل المظله الكبيره اللي من قبل الى حد ما حاول انه هو قل حافز دي لا مزق غرب وقال الدول في تحت مظلات على بديل هلا كده تخلصوا منه لما اصبحوا جزء من الدوله
هذا قميته الأدام لهوية دينية أكثر هوية دام تتصنح تاتا ورمكن وتسلي ما يبغى أسلي أبوه أبو تاتو مسلمين قبل، لكن قبيلة ممكن هو أبوه قبل بعد كده ودوا يمكن قبيلة تقابل مدينة تاتي ويصبح جزء من المدينة وترسع على قبيلة. مثلا زي اللي باز تركب مثلا بني عامر وغيره، لكن القبيلة ترسعوها يصبحوا جزء من أبناء المدينة. الهوية على حسب ارتباط الناس لطريقتها لحركة الناس تتغير. الهوية الدينية هي اللي تقعد فترة طويلة، فبالتالي قدام داخل الهوية الدينية ما دام اوريدي هلا متماسك هلا وجزء من هوية الدينية هي دبلة عدل أو دبلة مناطق اللي قبيلة من قبل. إذا كان الهوية الوطنية ما قادرة تشتغل قدام تحت الهليد هويات فرعية اللي حاولوا، لكن الهويات اللي أكثر تجمع وقت لي هلاني أو مرحلة اللي استحذيوني أو لتحدي اللي فرضيوني شيء قدام تقول لي يسني أبلا هلي تقولوا فرص بقي من قبي ولا اختيارات هلي تقولوا بقي من قبي لقد ممكن لحققوا فرص أنح خليه يجربها فرصتها تنسى قدام ناتجرات اللي يجرب درئي، لأنه النظام يعني أفرز أشياء كثيرة وأزب والمقادم نرئيته في أمور كثيرة حتحصل في البلد، بس اللي الأشياء دي حصل عدل واللي لا هزت ما تسلها الليل لا تفتيت أكثر في المرحلة هذه بلا مبررات ثبتوا ما حيدي الناس فرصة إنه هي لتحديات لما تسهل البرود تواجه. التحدي لما تسألها لو الوالد البرود لما تسألها هلا قدام كم ست تجري بهوياته الفرعية كتجري كتجرينيا حتى كعفر ساهو دق أقاس قسم من قبل بعدام اللي يعني فرصه أفضل على أساس إنه هو لما تسألها هلا قلوا لك أزين لا مشكلتي تترف هلا الترف ما كويس يعني أنا او قد تقدمني للجمع مثلا كاتيجرايت ما تجرايت زي مثلا كاتيجرايت زي قوميه هلا كفن هليت كتراث هلا كمنطقه هليت منطقه جغرافيه تقرا لها ناس يعيشوا فيها ووجود هلا ومشاركه هليت جزء من الهويه الوطنيه القوميه نفس التقري نفسه تصنيف الهويه ما هويه ده موضوع ثاني، لكن اوريدي مسلله لظروف سبت فرضته لتصنيف اللي وفي غياب المركزيه بتاعت الدوله وفي غياب الهويه الجامعه اللي ما دام هلا اذا ما دام لما لامعوها اللي دبلعت قدر انا اذا مثلا اذا دبلا ما تقرات حسين ما تقول له ياسر ما تقول له سعيد عبد الله ما تعالى هلا على فنان يشمل التقري كله لكن انت اذا عملت اقل من كده هل في ناس يشمل يعني سعيد ما يمكن ما يشبع جزء من هذا، فانت قاعد تحرم نفسك من شيء يعني ما قاعد تفرضوا عليك التحديات. التحديات تفرضوا لها الليل ابو من قيس لقدام فرص ان هو يحتوي اكثر انزلاق اكثر افضل الان يعني اللي كده احنا متى يمكن لو كان في فكر وطني واشتغل على فكر على هويه اريتريا جامعه للجميع الا مرحله بس حناني واذا احنا لمرحله بس حامل لنا نشتغل على اساس ان احنا ما نوصل لمرحله اقل منها او زياده لتتكرر اللي هذا فهذا هو. تمام. وجود جمعيات تعاونية دي ضرورته شرحك على وشرح لك دي بسلام ومسكوبتنا يا وطن. نحن اللي بقليل انتات نرئيو لهلينا كدب ميديا لقبي ولي قبل تكتب دي هلا جمعيات تعاونية اللي وقتي يكوني واللي مهرجانات اللي وقتي يكوني، لكن طورا من قبي برد قل خدم قدر سلام مسكوبات قل لمسك قدر اقل حاجة هزت حصلت من قبي للي ديبو مفهوم بعد حامل لنا. طيب كجمعية ماي تقرات بيت تقريت دقينا للي بالجمعيات بزحلة يعني ميت لدور مقلي ده اللي تقولوا من أزيه أقل حد هزت مدت من قبل دي بعدنا يعني دورق اللي تلهيك دب سلام ومسكوبت يعني من أزيه مقل يعني مقل فهم اللي تقولوا ومقل ده اللي تقولوا كذا طبعا قدام لا اللي الانتماء قال لها هويته او جزء من لها هويه اريتريا قال لك بقى قادر لي هلا قدام بزحل ومشكلة تواجهه ليت يعني أنا إريترينا دا ليندا ودا إريترينا قال بل
مشكلة تواجه فبتلي ليك تبعد لها انك رست منال لاستحزي يبرر لها لا على اساس انه يعني اللي على الاقل كاولاد تجري قوميه تجري جماعه من قبي كده اللي لعاده زمن اللي قدام دائما وقتلا رسائل مسؤول البكال برر لها لا قوتي نبوني الحدوم صعب تامي كونين نسبت اللي احنا جبنا انا عكسن دشل وانتم يمكن كاعلام تسمعوه تلقى لكن اللي كده بعد مثلا راديو يوم وقتلا بتقوم ديكم هي على يا اخي مبلغ عربيه تقبيني كميته بس تقري لكن بيكون انتم شعبنا بزح تقرا يتسمع وهل لو عربي سمعوني ازلي من عدل على جماعات الدم النوم انت اللي ملاحظات مسوي ازل دام ابو شرع خلي لك انت ما حزيزن اطمئنان قلنا بحث فازل قدام اطمئنان حزي هل آية الاطمئنان اللي تقرا لها لامتداد السودان لها انه ما يكون مصدر خوف مصدر اطمئنان للكبار مش مصدر هروب يعني انا خلاص من العاد كين يقص ولا حاويه لو كين واللي كين يعيش وانتهى الموضوع مسؤوليته تتكرر فبدل ما يكون هرب بالتخلي عن مسؤوليه خلينا نخليه جزء للاطمئنان انه الا عاد اللي شعب لا قوميه لا اردو من كين اسك كارس اريتريان يعني كل ما مشكلات حصلت حدود تتعدى وطن بديل اللي يدورني لانه تقرايد السودان صحيح الامتدادات طبيعيه الدول لكن ما نخليه يعني سبب للهروب لكن انت وسبب يعني للالتفاف على الهويه الوطنيه اللي طبعا اللي شيء لقدام يعني كاطمئنان مش عدل هنا بس كله يعني لقدام بتقريبا اللي شيء اللي فهم اللي تاج جمعيات ازي اللي شيء اللي زرعوه اللي قدروه اقول يعني بوتان يعني يقولوا دوم من قبل ازي رساله اللات ان احنا يا جماعه خير سبل عاد احنا حدود من انسان سكن سرت اللي اردناته اي حاجه يمكن يمتين ده اضطرينا لظروف معينه انسر لنا لكن فجر انسرنا لبعده قال له شعب دائما الا رساله يكون جزء من هويته جزء من ثقافته لانه هذول احدنا ما قام احنا لثقافه من جبهات ذاتيه لزرعت ولواصلت ما كانت ثقافه ايجابيه بما يخدم مشروع الهويه الوطنيه للتجري بشكل عام لانه السودان وفر بديل والتعامل مع البديل هذا كان سريع بعد كده ما اصبح جيل فقره وزي جيل تخيل فقره لا جيل هوي السودان لفقره لجيل كان اين ريان مدد السودان فقره لا او اوروبا فقره بالتالي اللي زرع ادب السودان في تحدي الهويه السودانيه ازد تحدي قوي بالتالي ازد الا مرحله اللي قاعدين نشوف فيه الدوله التقليديه في الهضبه الحبشيه وفي السودان قاعد تنتهي دور الهويات الفرعيه دور التجمع القوميات الاخرى دور كبير بالتالي يعني وأزي مبادرة للأمام نستحدث ولا دعم مش مبادرة في البحث عن حاجة بديلة لا اللي تفكير اللي فبالتالي اللوم جماعات اللي فكرة عم تولها اللوم يجب انهم يعرفوا انه المسألة كبر من كمانية مسألة قومية مسألة احتفالات ومهرجانات يكونين قد يكون مطلوب منهم انهم يقدموا يعني اكثر من هذا تطمينات اكثر من هذا اللي قدموا حراك اكثر من هذا اللي قدموه في ظل اللي مشاكل اللي حصلها لنا دولة مركزية جمعيات القطاعات او المجموعات اللي ارتكزت عليها الدولة المركزية الان الريال لنا كفوت تضعف الريال لنا كيف ما قادرة تحافظ على شكل الدولة على قوة الدولة الريال لنا بالتالي قد تكون على التجري مهمة أساسية في تكوين أو في الحفاظ على البلد ايوه حراك سياسي مثله كده يعني لا مش على الأقل اللي توجيه في النهاية طبعا هذا حراك اللي توجيه اللي توجيه ما تقرأ اللي تقرأيت اللي إنه لا توجيه لقبي لرسالة لتقبي نحن جزء من هذا الأرض جزء من هذه المنطقة وزي ما قال مش كده لا حتى انعكاساته السياسية كمان قبي
اللي مكون اللي أول ما دب شرق السودان أتى نظرا لأنه هو عايز يحتفظ يكون عنده جنسية سودانية لكن يحتفظ بجذوره في أريتريا، فهو في الحالتين ضعيف، في المكانين ضعيف، ايوه وبالتالي في المكانين ثبت ضعيف على دائما قرر حاجات لتتقدم، ودائما يوالي قل والد السودان حكومة خرطوم أو مركزي أو شمالي سلطة الشماليين قال والي وانسر نعم. يوالي الجبهة الشعبية عشان يعيش اللي تغير بوازي إلا اللي فكرة تغير الله هو مع أزيها تقرا دور عبق تتله اللي تقرا بالتغييرات اللي أيوه ورسالة قوية تبقى بيق اللي حلف دي بمجتمع يعني أيوه تمام. تمام، شكرا أستاذنا علي. تلي يوم توجيهاته وكمان ندوة الهبكناته خصوص جمعيات تعاونية وهذا كله ما يتقرات لمسألة توتا ولا حراك لنا ياس حراك ثقافة قومني قبي لكل ويمسأتني، وإن شاء الله نحن نتمنى لكل جمعيات ناي تقري تلتهاجو تطور وعبوت نتمنى قلهم وكله كمان إريتريا كمان جمعيات تعاونية ضروري تبقى قوميات قليدة قلمي لأنه فجر تاكيات نايلة دولات لقبي جمعيات تعاونية دور عبق التتليد. ودي بالله برنامجنا انتهيته أستاذنا علي. لتبلا من هليتك الكا هتحجر إن بالكا. تفضل علي. لا لا شكرا بارك الله فيك عموما، يعني ان شاء الله لبيناه هي يعني ان شاء الله يكون يعني من كل فائدة قبي يعني بدنا نتعلم، ودام ما بعد يعني اراء هلا قبل ما قبل الموضوع يعني ونقاشات اللي بعد بديتات اشياء انا بعد اعملها لو اندمت او بدت حاجه واتمنى يعني. تمام، شاكرين لك أستاذنا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم عاد. حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا. متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحن اسمنو.